حسام حسن لما كان بيدرب المصري كان ليه تصريح شهير قوي محدش يفتكره. حسام حسن بتاع مزارع دينا. قليل قوي اللي يفتكر التصريح ده. كان في ماتش الاهلي والمصري والكوره فيها شك 50-50. فطلع بعد الماتش، طبعا الشك هنا بيتحسب لصالح النادي الاهلي. فطلع بعد الماتش قال لك دايما الشك ما يبقاش غير في صالح النادي الاهلي. كرة التسلل سواء هي تسلل او مش تسلل، الكرة يعني 50-50. بس هنا طبعا الشك لازم يروح في صالح النادي الاهلي. الاهلي بيتعادل مع زد 1-1 في مباراة. يعني ما شفتش الاهلي من سنين عنده سوء الحظ ده بصراحه. الاهلي عنده كميه سوء حظ الماتش ده، بس ما تكملش بقى بالخساره. يعني سوء الحظ ده ما يكملش بالخساره، لا لازما بصيص من الامل والاهلي يتعادل في مباراه كان نجمها الاول علي لطفي. على الرغم من إن جون التعادل بتاع الاهلي غلطت علي لطفي، بس هو بصراحه يستحق رجل المباراه. يلا يا زمالك، يلا يا زمالك، الاهلي تعادل وسيراميكا تعادل ويكسب بيراميدز، تبقى الاول وتبعد شويه والعمليه تبقى حلوه ونخش بقى المدعكه بتاعت الحسم واحنا متفوقين معنويا والنقط وكل حاجه. يا رب يا رب يا زمالك ما تكسفناش ونكسب بيراميدز، بقى لنا سنتين ولا ثلاثه ما كسبناهمش في الدوري. نكسب بقى يا زمالك، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا له